السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. تعالوا النهاردة نعمل فطار اول يوم في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فطارنا جميل جدا وكله افكار لباقي عزومات رمضان. يلا على طول نخش على ايه، على اول حاجة هنعملها في الفطار اللي معانا، وهو تتبيلة الفراخ اللي هنشويها في قلب الفرن. تمام. اول حاجه جبنا الفراخ وغسلناها غسيل كويس جدا، وشلنا منها اي حاجه غير مرغوب فيها، ونقعناها بملح وليمون ودقيق علشان تقضي على الزفره نهائي. نبتدي نديها فتحات من اللحم، بلاش من فوق الجلد علشان تفضل محتفظه بشكلها الحلو. نجيب سكينه كده ونبتدي بقى نديها فتحات زي ما هتشوفوا معايا كده. نديها فتحات في كل اجزاء الفرخه كده، علشان يا جماعه التتبيله تخش جواها وتديها طعم في منتهى الجمال. تمتص يعني كل التتبيله. تمام. تعالوا بقى ايه للتتبيله الحلوه اللي بتخلي الفراخ معانا طعم وريحه في منتهى الجمال. معايا طماطم وبصل، ومعايا 4 فصوص ثوم وليمونه كامله، قطعه جنزبيل فريش وجزرتين، وكمان قرنين من الفلفل الحامي او ممكن تستبدليهم بفلفل بارد. تمام. ننزل بكل المكونات الحلوه كده كلها في الخلاط. نزلنا بالطماطم والبصل والجزر، وكمان الفلفل الحامي ده يا جماعه ممكن تستبدلوه بفلفل ايه بارد. تتبيله حلوه جدا، وبتدي الفراخ يا جماعة طعم وريحة في منتهى الجمال. والليمونة هنزل بقشرها، مش هعصرها، هنزل بليمونة كاملة كده بقشرها. ونزلنا بقطعة جنزبيل كده فريش. ننزل بقى بالفلفل بتاعنا. تعالوا بقى يا جماعة للبهارات، كل اللي هنضيفه ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، مش هنضيف اكتر من كده. وكمان فنجان من الصويا صوص، ومعلقة من العسل الابيض، وفنجان صغير من زيت الزيتون او زيت نباتي. بس كده. دي كل مكونات التتبيله بتاعت الفراخ اللي معانا. نضربها ضرب كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه، ونبتدي بقى ايه ننزل على الفراخ بالتتبيله الحلوه دي، ونوزعها كويس جدا ونغلف الفراخ كويس جدا. وبعد كده يا جماعه ندخلها التلاجة علشان ايه تمتص كل التتبيله. وزي ما بقول لكم انا عامله الخطوه دي من بالليل. الفراخ يا جماعة لازم تقعد وقت كافي في التتبيلة علشان ايه تبقى ممتصة كل التتبيلة وتاخدي افضل نتيجة. نبتدي بقى نوزع كده، نجيب ورك ورك او قطعة قطعة كده من الفراخ، ونبتدي بقى ايه نوزع التتبيلة كويس جدا كده وندخلها بين الاجزاء كده زي ما انتوا شايفين. وكده بقى خلصنا تتبيلة الفراخ، هندخلها بقى التلاجة لتاني يوم. وده كده كان تاني يوم. نبتدي بقى نرصها في الصينية. في الوقت ده أنا كنت مولعة الفرن ومحمياه جدا. نبتدي بقى نرص الفراخ بتاعتنا. نبتدي بقى ننزل بشوية تتبيلة كده على الفراخ، ونكون بقى محضرين ورق فويل. نقفل الصينية كويس جدا ونكتم عليها علشان أول ما تخش الفرن تبتدي تغلي ايه بسرعة. تمام. قفلي كويس جدا كده وكتمي عليها كويس علشان تبتدي ايه تغلي معاكي على طول. كده بقى دخلها الفرن زي ما انتوا شايفين. ابتدت تغلي اهي يا جماعة. هنشيل بقى ورق الفويل ده ونسيبها بقى المية بتاعتها تتبخر وايه وتاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وده كده بعد صينية الفراخ ما استوت وبقت زي الفل. تعالوا بقى نديها طعم الشوي. بجد بقى الخطوة دي حلوة جدا. تجيبي حتة فحماية كده وتنزلي بدهون الفراخ اللي نازلة منها وتكتمي، وكده صينية الفراخ خلصت معانا. تعالوا بقى نعمل ايه صينية جلاش حلوة كده. وتعالوا بقى نعصج اللحمة. نزلنا بمعلقتين سمنة، وننزل بقى بالبصل
نديله تشويحة كده يا جماعة لحد بس ما ايه مميته كده تنشف. احنا مش هنديله لون ولا اي حاجة، مجرد المية بس بتاعته ما تنشف كده نكون بقى ايه مجهزين اللحمة المفرومة معانا وننزل على طول زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى كسريها كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين، ما تقلبيش فيها علشان ما تنزلش المية بتاعتها. تعالوا بقى نضيف البهارات بتاعتنا، فلفل اسود وبهارات لحمة وملح، ومن كل حاجة معلقة صغيرة. كيلو اللحمة بياخد كيلو بصل يا جماعة، وبياخد معلقة فلفل صغيرة ومعلقة بهارات صغيرة ومعلقة ملح صغيرة وايه وثلاث فصوص من الثوم يكونوا كبار. ننزل بقى بالثوم بتاعنا برضو ونرجع نقلب كده. نبتدي بقى ننزل بفلفل سبايسي كده حامي، وده على حسب رغبتك. تمام. عايزة تستغني عن الخطوة دي مفيش اي مشكلة، بس بجد بتديها ريحة حلوة وطعم في منتهى الجمال. وكمان معايا حبايتين من الطماطم ضربهم كويس جدا في الخلاط، وهنزل بيهم يا جماعة. هيكسروا لنا اللون بتاع اللحمة كده، وبرضه هيديها تسكرة حلوة وطعم حلو. لو عايز تستغني عن خطوة الفلفل والطماطم مفيش اي مشكلة، بس انا صراحة بحب احطهم قوي في تعصيج اللحمة، بيدوها طعم حلو وريحة في منتهى الجمال. نقلب بقى كل المكونات الحلوة كده كلها مع بعض ونغطيها تتسبك كده وتستوي وتبقى بالشكل ده معانا. تمام كده استوت وبقت زي الفل. تعالوا بقى ايه نجيب شوية زبدة حلوين كده علشان نعمل احلى صينية جلاش طعمها كده تحفة. ننزل بشوية كده، فككنا طبعا الزبدة معانا، وننزل بشوية زبدة في الصينية كده، ونبتدي بقى نجيب ايه ورقتين ورقتين من الجلاش ونبتدي نفردهم زي ما انتوا شايفين، ونخلي الاطراف لبره علشان لما نيجي نقفل الصينية اللحمة المفرومة بتاعتنا ما تخرجش ايه بره، ايه بره الصينية. تمام. وبين كل ورقتين ورقتين رشة من الزبدة. طبعا لو الصينية بتاعتك صغيرة ومعاكي لفة جلاش ايه هتبقى تحطي نص تحت ونص فوق، وعشان تبقى القطعة ايه متساوية معاكي ومظبوطة. نبتدي بقى ايه نعمل اول طبقة كده في الصينية من تحت زي ما انتوا شايفين. الزبدة يا جماعة بتدي طعم حلو جدا، وكمان بتدي تورقة الجلاش جميلة جدا. وطبعا هرجع واقول ايه على حسب استطاعة كل واحدة. ننزل بقى بكمية اللحمة اللي احنا عصجناها كده ونوزعها في الصينية كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونجيب الاطراف اللي بره دي يا جماعة ندخلها ايه لجوه الصينية كده علشان نقفل على اللحمة ما تخرجش ايه من الاطراف زي ما انتوا شايفين كده. نديها رشة كده الاطراف ديت زبدة، ونبتدي بقى نقفل ايه الطبقة اللي فوق، وبين كل ورقتين ورقتين دهنة من الزبدة. وطبعا برضو هنعمل اطراف من فوق كده لبره علشان ايه نبقى ندخلها من لتحت كده علشان تبقى ايه الصينية كلها متغلفة ومتقفلة تقفيل كويس جدا. نبتدي بقى ندخل الاطراف اللي بره كده لتحت بمعلقة كده وارفعي كده، وروحي مدخلة بقى الاطراف اللي بره دي كده لتحت علشان نقفلها تقفيل كويس جدا واللحمة بتاعتنا ما تخرجش زي ما بقولك كده ايه لبره. خلصناها كده زي ما انتوا شايفين. نبتدي بقى نقطعها كده، والتقطيعة دي ترجع طبعا ايه لمزاجك انتي. زي ما انتوا شايفين كده هقطعها كده. تعالوا بقى نعمل التشريبة بتاعتها. معايا حبايتين من البيض، رشة فلفل اسود، رشة ملح، نضربهم كويس جدا. هننزل عليهم بكمية مناسبة من اللبن،
واضربي كل المكونات الحلوة كده لحد ما تختلط مع بعض. ونشرب بقى الصينية بتاعتنا كويس جدا ونوزعها علشان كل الصينية ايه تبقى متشربة تشريبة ايه مظبوطة. تبتدي بقى وزعاه كده زي ما انت شايفة. حاول نوزع كويس جدا. واخر حاجة هنضيفها بقى ايه يا جماعة على الوش كده شوية قشطة. ودي هتبقى احلى صينية جلاش معاكي، طريقة مظبوطة جدا، طالعة مقرمشة كده من بره وطرية من جوه، حاجة كده اللهم بارك، طعمها في منتهى الجمال. شوية قشطة كده، لو عندك وش لبن ممكن تضيفيه، بس كده. وندخلها بقى على درجة حرارة متوسطة، مش عالية قوي ولا هادية قوي، تمام. وما بياخدش وقت خالص يا جماعة. مجرد ما هتلاقيه قاع الصينية كده احمر معاكي، هتولعي بقى الشواية علشان تاخد ايه اللون الحلو ده. وتعالوا نعمل بقى الكفتة يا جماعة، كفتة الحياتي بطريقة سهلة. معايا كيلو لحمة، هياخد بصلاية كبيرة مفرومة فرم ناعم، هنزل عليها بمعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بهارات لحمة، ما تضيفيش اكتر من كده، ومعلقة صغيرة من الملح. وكيلو الا ربع من اللحمة عليه ربع كيلو من الدهن، علشان يا جماعة هو اللي هيطلع معاكي صباع الكفتة طري وايه وحلو كده زي ما بنشتري من بره، تمام. دعكنا كل الحاجات الحلوة كده مع بعض مع البصلاية، وما تصفيش البصلاية خالص من المية زي ما هي، تمام. هرجع اقول لك مكونات اللحمه دي تاني. كيلو الا ربع من اللحمه عليه ربع كيلو من الدهن، بصلايه ما تصفيش ميتها مفرومه فريم كويس جدا، معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات لحمه ما تبلغيش قوي علشان تفضل ايه اللحمه الكفته معاكي طعمها حلو. ندعكها بقى دعيك كويس جدا كده بايدينا لحد ما الخيوط زي ما انتوا شفتوا كده معايا تطلع. ونبتدي بقى نصبحها كده او نعملها على السيخ، تمام زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تضربيها في الكبة بتاعتك بس ما تبلغيش قوي علشان ما تنعبش منك. ودي شكل الكفتة معانا، هندخلها بقى الفرن تستوي. وبعد كده اديها فحماية، هتبقى اكنك شويها على الفحم. تعالوا بقى نعمل شوية رز كده بقى بتاع المشاوي بقى، رز بسمتي حلو قوي. نزلنا بمعلقتين سمنة ونزلنا بقى بكمية من البصل، نديهم تشويحة. طبعا احنا مش هنديله اي لون. ننزل بقى بعود قرفة وكمان ورق لورا. وده يا جماعة توم على جنزبيل فريش كده فرماهم معلقة كبيرة حلوة كده، قرنين فلفل حامي. قلبي كل الحاجات دي وشم أحلى روايح بجد. ده بقى حبهان مطحون نص معلقة صغيرة، فلفل أسود. معلش هنمشي خطوة خطوة علشان تاخدي أحلى شوية رز. نقلب كده ونشوحهم كده مع بعض. والبصلة يا جماعة ما بتاخدش أي لون خالص. ننزل بقى بحبيتين كمان من ليمون المجفف ومعلقتين صلصة معلبة او ممكن تكوني عاملاها في البيت كده بدون اي اضافات. ومعايا جزرتين كده مبشورين. نبتدي بقى نقلب كل الحاجات الحلوة كده مع بعض. بجد ريحتهم خطيرة، احلى شوية رز هتاخدوهم بنفس الطريقة. ونجيب بقى الكركم بتاعنا اللي هيدي اللون ايه للرز المطلوب. معلقة كبيرة كركم، قلبي كويس جدا. وغطي بقى تتسبك كده شوية. وطبعا في الوقت دوت زي ما انتم شايفين كده جنبي بقى بشوربة بتغلي. لو ما فيش شوربة مية عادية بس ممكن تنزلي بايه بمكعبين من المرقة. سبكت وبقت زي الفل. معايا الرز غسلاه غسيل كويس جدا مش نقعاه. قلبي كويس جدا بس اهم حاجه ما تبالغيش في التقليب عشان حبته ما تتكسرش معاكي. ننزل بقى بالشوربه معايا، واهم حاجه تكون مغليه يا جماعه. ظبطي بقى الملح واعملي حسابك ان انت ضايفه في شوربه فيها ملح، تمام. ندي بقى تقليبه كويسه ونغطي ونسيبه على نار عاليه لحد ما يتشرب زي الرز المصري بتاعنا العادي خالص. وبعد كده نهدي النار ونسيبه يستوي. وده شكل الرز يا جماعة في النهاية، اللهم بارك، طالع مفلفل في منتهى الجمال وطعم وريحة حاجة جنان. تعالوا بقى نعمل سلطة الطحينة. معايا طحينة
ومعايا كده فصين توم على قرن فلفل حامي حته صغننه كده، دقهم كده في ايه، في الهون بتاعنا، مع عصره ليمونه، وننزل بايه، بمعلقه منهم صغيره كده، ورشه كمون. وابتدي بقى اضربي الحاجات الحلوه دي كلها كده لحد ما تتقل معاكي. وظبطي بقى الملح. تلف معاكي كده وتتقل قوامها. نكون بقى محضرين ايه، علبة زبادي. ينزل بقى بعلبة الزبادي زي ما انتوا شايفين كده، وارجعي اضربي تاني لحد ما ايه، يدخلتوا كده كلهم مع بعض حلو. في الوقت ده هتضيفي مية كده دافية، او مية من الحنفية عادية، بس المية الدافية هتسهل معاكي الفك بسرعة وما يبقاش فيها اي تكتلات. تمام. هنفكها بالمية، وده بقى القوام ايه المطلوب. كده خلصنا بقى سلطة الطحينة. رشة كده من البقدونس كده تكسر اللون. تعالوا بقى نعمل أحلى شوية سلطة دقوس جنب الرز والكفتة والفراخ المشوية معانا. معايا طماطم، ومعايا حزم من الكزبرة الخضراء، ومعايا 3 فصوص توم و3 حبات طماطم، ومعايا قرنين فلفل كده ايه، باردين أو حاميين على حسب الرغبة. هننزل بخل يا جماعة وليمون وكوباية مية، معلقتين خل وعصير ليمونة. يبقى ال3 حبات طماطم عليهم 3 فصوص توم، حزمة كزبرة خضراء، ومعلقتين من الخل وعصير ليمونة، رشة من الكمون. وكمان ظبطي بقى الملح ورشة فلفل اسود. واضربي الحاجات كلها كده مع بعض. بجد شوية سلطة هيفتحوا نفسك على الأكل، حاجة كده حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبكده يا جماعة بقى خلصنا. تعالوا بقى نغرف الأكل بتاعنا ونشوف جماله. حبة رز بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي العسل، مفلفلين وريحة وطعم ولون، حاجة كده اللهم بارك. ودي الكفتة بتاعتنا بعد ما استوت يا جماعة، طالعة طرية وطعمها في منتهى الجمال. رشة بقدونس كده خضرة تكسرنا اللون. وده أول طبق معانا. وادي الجلاش يا جماعة حلو جدا، ومقرمش كده من بره وطري من جوه، حاجة كده تحفة. وادي بقى برضو الفراخ معانا. يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.